الدنيا دوارة، يومين ليك ويوم عليك. اللي بتعمله النهاردة هيلف تاني ويرجع لك. وده اللي حصل مع بطلة حكايتنا. هي من أشهر راقصات مصر في الزمن الجميل من القرن الأربعينات. موهبتها في الرقص الشرقي كانت كلمة سر وسبب في دخولها عالم التمثيل. قدمت ما يقارب عن 19 فيلم. لكن نقطة سودا في مشوارها الفني اللي الناس منستهاش هي كانت مشاركتها مع الأم في قتل أبوها عشان يخلي لهم الجو من أجل إن هي تكمل في الرقص. وده اللي ساهم في جعل نهايتها أبشع نهاية، حيث تم مطاردتها لحد ما طلعت أنفاسها الأخيرة. يلا بينا نعرف تفاصيل بطلة حكايتنا، فتابعونا. بس الأول لو أول مرة متابع لقناتي ما تنساش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك كل إشعار جديد بكل حكاية، وما تنساش اللايك للفيديو. زوزو محمد ولدت 25 فبراير 1924. نشأت في مختلف أحياء القاهرة. ظهر موهبتها في الرقص وهي صغيرة، إلا إن الموهبة دي كانت السبب في نهايتها المأساوية. كانت الأم هنا اللي بتشجع بنتها على الرقص. دي كمان كانت بتاخدها لأماكن مختلفة عشان تنمي عندها الموهبة لكي تصبح راقصة محترفة وتساعد أمها على مصروف البيت لأنهم كانوا فقراء. لكن أبو زوزو ما كانش عنده علم إن هي بتعمل كده وإنها بتتعلم الرقص، لأنه كان بيسافر للعمل بشكل دائم. وفي يوم وهو راجع من السفر واحد من الجيران قال له إن بنتك بتذهب لمدرسة لتعليم الرقص. غضب الغضب شديد، غضب الأب غضب شديد، لكنه كان خايف عليها من المجال وخصوصا مجال الرقص، ومنعها من الرقص تماما. بس ازاي الأم تقف ساكتة؟ دي هي كانت السبب في دخول بنتها الرقص. الأم هنا شافت إن الأب هيقف قدام مشوارها ونجاحهم، فقررت إن هي تتخلص منه واستأجرت قاتل عشان يقتل زوجها، وبالفعل الأب مات. كانت زوزو عندها علم بإيه أمها عايزة تعمله وشاركتها في الجريمة. بعد ما مات أبوها اتمكنت زوزو إن هي تصبح راقصة وتمارس هوايتها براحتها. انتقلت بقى من أكتر من كازينو وشاركت في حفلة مشاركة أقامتها بديعة مصابكي عشان تختارها بديعة من بين كل المتسابقين وتكون واحدة من ضمن فرقتها. بعد فترة تركت زوزو الفرقة بديعة، قررت ان هي تدخل فرقة تانية وهي فرقة بابا عز الدين. لكن برضو ما طولتش فيها كتير وسابتها من أجل رغبتها في مشاركتها في التمثيل. كان عملها كراقصة وشهرتها التي كسبتها في عالم الرقص ده كان سبب في انضمامها في مجال التمثيل. وشاركت زوزو في أول عمل سينمائي لها عام 1944 عن فيلم ابنتي، كان للمخرج نيازي مصطفى، عشان تشارك بعدها في العديد من الأفلام. كانت من الأفلام اللي حصلت فيها على البطولة بيت النتاش لإسماعيل ياسين وشادية، اللي قدمت فيه دور سعاد، والدور ده كان مميز. قدمت ما يقارب عن 19 فيلم. كان الرقص مفتاح وصولها لكل هذا من الشهرة والفلوس. في عام 1954 وقعت زوزو محمد في حب مساعد مخرج اسمه محمد الجداوي. اتزوجوا، لكن كان بيغير عليها بشكل غير طبيعي، لدرجة انه كان بيروح لأماكن الشغل والتصوير ويراقب هي بتعمل ايه، ولو شافها واقفة مع اي حد كان بينزعج من شدة غيرته عليها. لكن زوزو ما قدرتش تتحمل تصرفاته وخيرته اما ان هو يتقبل الوضع اللي هو عرفها بيه كونها راقصة وما يتدخلش تاني في عملها ويقف عن مضايقتها، اما ان هما يتطلقوا. لكن محمد رفض فكرة الطلاق في البداية لانه كان بيحبها قوي، لكن زوزو اجبرته انه يطلقها لينفصلوا عن بعض عام 1958. زوزو ما انجبتش منه اي اولاد، لكنه ضل يراقبها، وبعد الطلاق كان بيهددها بالقتل، لدرجة انه في يوم حاول تشويه وشها. بعد فترة جالها فرصة للعمل في الأردن من قبل راجل مشهور في تنظيم حفلات الأثرياء. قررت ان هي تسافر عشان تبتعد عن مصر وطليقها، وسافرت بالفعل زوزو للأردن وعاشت هناك سنتين عشان تصبح من أشهر راقصات الأردن والوطن العربي. كمان هي أصبحت من أغنى راقصات في الدول العربية لأنها كانت دايما بتقيم حفلات الأثرياء وقصور الملوك. في عام 1960 أثناء وجودها في إحدى الكازينات الخاصة بها اللي فتحتها هناك في الأردن،
أرسل إليها أحد الأشخاص طلبا لكي تقابله من أجل العمل في إحدى حفلاته الخاصة. وأرسل إليها أحد الأشخاص وهو اللي أخبرها إنه أمير عربي ثري، وأخبرها إنه عايز إن الرجل العربي الثري يريد مقابلتها شخصيا عشان يعرض عليها العمل. قبلت زوزو الطلب وسمحت له بمقابلتها في منزلها عشان يتحدثوا بانفراد عن العمل واتفاق عن العرض. زوزو وهي كانت مشغولة في تغيير ملابسها دخل عليها الرجل العربي وأغلق الباب ووضع المفتاح في جيبه، لتتفاجئ زوزو بأنه طليقها محمد. أرادت الصريخ لكنه منعها، بدأت تتوسل له بالابتعاد عنها وتطلب منه أنه يسامحها على كل ما سببته له من ألم. لكن محمد خرج مسدس من جيبه ليطلق عليها 15 رصاصة اخترقوا في جميع أنحاء جسمها لتقع زوزو على الأرض جسدا هامدا غرقة في دمها. هرب بسرعة محمد متجه لمصر عشان يتخلص برضه من أمها. خبر وفاة زوزو انتشر في جميع مصر. أمها عرفت إن طليقها محمد هو اللي قتلها وإنها تكون التانية، فوجد محمد صعوبة في التخلص من الأم زوزو بسبب الشرطة اللي كانت بتلاحقه في كل مكان، لكن إصراره على التخلص وانتقامه من الأم أيضا خلاه يستأجر واحد تاني عشان هو يقتل الأم. بعدها توصلت الشرطة للقاتل المأجور والقتل القبض عليه ليعترف بكل شيء، وتم القبض برضه على محمد الجداوي ليعترف بقتل زوزو وأمها، ليتم بالحكم على محمد والقاتل المأجور بالإعدام شنقا. لترحل زوزو محمد عن العالم عن عمر 36 سنة بعد نهاية مأساوية تاركة وراءها حادثة موت بشعة في الوسط الفني، كان بالتحديد 26 فبراير 1960. نفس الحادثة دي حصلت لكتير من المشاهير زي حادثة المغنية التركية بيرينج اللي طليقها برضو قتلها بنفس الطريقة. بكده نكون وصلنا لآخر حكايتنا، ما تنسوش اللايك. أشوفكم على خير في حكاية جديدة من حكاياتي.